تسجيلات إمام الزمان تقدم. ناخد سماحة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ. يعني كنا يعني في صفا، ونحن الآن في استديوهات صفا في الرياض، يعني أعلنا حملة لنصرة أم المؤمنين بعد أن قام بسبها ذلك الشيعي، ويعني اتهمها بأنها في النار مخلدة خالدة، وسبها بأقذع الألفاظ هو ومن على شاكلته. يعني كنا نود مشاركتكم بالرأي والنصيحة والمشورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معشر المسلمين، معشر المستمعين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إخوتي المسلمين، أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب النساء إليه، هذه المرأة المسلمة المؤمنة التي هي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنى بها بالمدينة وتوفي وفي حجرها، وكان من أحب النساء إليه. هذه أم المؤمنين طاهرة مطهرة، قد برأها الله من فوق 7 سماوات أما قالها فيه المنافقون وضعفاء البصائر. أنزل الله في براءتها قرآن يتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الواجب علينا محبة أصحاب رسول الله جميعا، واعتقاد سبقهم وسبقهم وجهادهم وهجرتهم وما قاموا به لنصر هذا الدين وإعلاء دين الله. فهم رضي الله عنهم الواسطة بيننا وبين ولينا في تبليغ شرع الله، بلغونا كتاب الله كما سمعوا من نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما سمعه النبي من جبريل، وسمعه جبريل من محمد من رب العالمين. بلغونا سنة نبينا القولية والفعلية، نصروا هذا الدين ودافعوا عنه بكل ممكن وبكل ممكن بأنفسهم وأموالهم. أثنى الله عليهم في كتابه العزيز: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت أنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وعذاب فتحا قريبا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. ثم أثنى على التابعين لهم بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا اللي سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالواجب على المسلمين محبة أصحاب رسول الله ومحبة الزوجات الذي قال الله: وأزواجهم أمهاتكم. فمحبة عائشة وسائر أمهات المؤمنين، عائشة وحفصة وصفية وجويرية وميمونة وسودة وأم سلمة وأم حبيبة، كل أزواج النبي نحبهم ونثني عليهم ونعرف مكانتهم وسابقتهم ومحبة رسول الله لهن جميعا. إن القدح في أم المؤمنين والقول فيها القول البذيء لا يصل من قلب فيه إيمان أبدا. الذي في قلبه إيمان يحب أم المؤمنين ويترضى عنها ويعلم لها سابقتها وفضلها. لقد كانت مصدر للعلم ويستفيد المسلمون منها، أصحاب الرسول يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أمور دينهم، فالقادحون فيها والسابون لها والقائمون أن تعذب، كل هذه فرية وكذب ودجل وضلال. ولكن الله جل وعلا أراد أن يكشف حقيقة أولئك ويأتيك سترهم
وتبين من طوت عليه قلوبهم من العداء لله ورسوله ولأصحابه الكرام. فأم المؤمنين مبرأة من فوق 7 سماوات بتبرئة الله لها وتزكية الله لها، فمن شك في طهارتها ونزاهتها وعفتها فإنه مكذب لله ورسوله. فالطاعنون فيها والقارعون فيها إنما هم مكذبون لله ورسوله، رادون قول الله ورسوله، فالله أثنى عليها وترضى عنها وبرأها من فوق 7 سماوات، فما بال أناس يخدعون فيها ويدعون جهلا أنها تعذب. شرفها الله وحماها، فإن الله جل وعلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يعلم حالها وحال أبيها وأمها، ويعلم ما هي عليه من الخير والصلاح والتقى رضي الله عنها وأرضاها. فالواجب عليهم تقوى الله، وعلى أولئك يتراجعوا عن باطلهم وينوبوا إلى ربهم ويجددوا إسلامهم، فإن القدح بأم المؤمنين قدح في القرآن وتكذيب للقرآن، تكذيب لرب العالمين، ولا يليق هذا بمسلم ذاق حلاوة الإيمان. فأدعو أولئك إلى التراجع والندم والتوبة النصوح والإقرار بأن ما قالوه خطأ وكذب وافتراء وضلال. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجزي أصحاب رسول الله عن المسلمين خيرا، ويجزي أمهات المؤمنين عن المسلمين خيرا. وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. سماحة الشيخ، يعني ماذا على المسلم لنصرة أمه أم المؤمنين؟ عليه أن يدافع عنها وينشر فضلها ومكانتها، وينشر تفسير المسلمين في آيات الإفك وما حصل به من الحق ودفع الباطل. عليه ينصرها بقوله ويبين فضائلها، وألا يصغي لأولئك الذين يدعون فيها القادحون فيها والمسيئين لها، هم بالحقيقة ظلموا أنفسهم، أم المشرب وأتقى لله، ولكن هذه الأمور كشفت عن الحقائق وأنه لقوم في قلوبهم نفاق. ولذا قال الله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هؤلاء يتكلموا بمن طوت عليه ضمائرهم من عداء لله ورسوله. أم المؤمنين يفدح بها زوجة رسول الله، مات النبي بين حاقنتها وذاقنتها، جمع الله بينها وبين ريقه وريقها في آخر حياتها آخر حياته، فكيف يجوز لنا أن نقدح فيها أو نتكلم فيها؟ نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية، كان معنا عبر الهاتف من استديوهات قناة صفا بالرياض. شكرا جزيلا لسماحته.